السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد واقتراح جديد. كنتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير ملفاي بحجم عائلي كيجي اكثر من رائع شكلا ومذاقا. كيف ما كتلاحظوا مورق بعدة طبقات بطريقة اللي سهلة وسريعة، خصوصا بالنسبة للأخوات المبتدئات، يعني غادي تحضروه بعينيكم مغمضين. صراحة كيجي رائع جدا. فندوزو مباشرة للطريقة ديال التحضير، وكيف العادة لا عجبكم الفيديو فما تبخلوش عليا حبيباتي بلي لايك ديالكم، تعليقاتكم محفزة، الله يجازيكم بكل الخير. فبسم الله غادي نحتاجو في المكونات. عندي 700 غرام من الدقيق الابيض يكون خاص بالحلويات، مع نصف كأس من الزيت النباتية، 2 ملاعق كبيرة من الخل الابيض، وغادي نضيف ايضا نصف ملعقة من السكر حبيبات، كيف ما كتلاحظوا ملعقة كبيرة. وغادي نضيف ايضا قبيصه ديال الملح لتعديل او تصحيح الذوق. وغادي نجمعوا العجين ديالنا بالماء، ماء عادي من الصنبور. غادي نضيف الكأس الاول، السعه ديال الكأس هي 200 ملي بالنسبه للسوائل، و100 غرام بالنسبه للنواشف. بالنسبه ل 700 غرام من الدقيق الابيض كتعطينا 7 ديال الكؤوس بكأس الشاي او بكأس العنبه المعروف عندنا. ثم هنا كنضيف الكأس الثاني، وكنبدا هكذا نجمع العجين ديالي غير باطراف الاصابع. في الاول ضروري خصكم تحصلوا على العجينه اللي كتكون متماسكه نوعا ما. فهنايا كنضيف تقريبا ربع الكأس من الماء، يعني في المجموع تنكون درت 2 كؤوس وربع. بالنسبه لكم نتوما ممكن تضيفوا هذاك الربع كاس، ممكن على حسب نوعيه الدقيق اللي استعملتو نتوما. صافي هنا من بعد ما كنحاول هكذا نخدم العجين ديالي بما تجانس، كنغطيها بواحد البلاستيك وكنخليها ترتاح تقريبا نصف ساعه. وكندوز هنايا باش كنشكلها بعد ما كندهن سطح العمل بالقليل من الدقيق، ضروري باش ما كتلتصقش لكم العجين. في الاول غادي نبسطها على شكل مربع اللي تيكون كبير بهذا الشكل هذا. وغادي نحتاج ل 500 غرام من الزبده ديال التوريق، كتكون بهذا الشكل هذا. استعملوا اي نوعيه سواء ايديال او لذة او حتى هذه النوعيه هذه، صراحه كتعطينا نتيجه ديال التوريق اللي زوينه بزاف. ضروري الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. كتبداو هكذا تحكوها في هذيك الحكاكه الغليظه اللي كيكونوا العيون ديالها كبار، كتغطيو يعني العجينه كامله. وفي هذا الاثناء كتبداو تروليو العجينه بهذا الشكل هذا، وانتم راغفين اليد ديالكم طبعا. صافي بالنسبه للجزء الاخير حتى هو كنحاول هكذا نطويه بهذا الشكل هذا، وكنحاول انني نعرض هذاك البودان كيف ما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. كنعطيه العرض في الاول دائما بمساعده القليل من الدقيق، وكنبدا هكذا نطوي تقريبا 3 ديال اللفات كيف ما كتلاحظوا. وكنغطي هذا العجين تقريبا 5 ديال الدقائق غير باش كتبسط لينا بكل سهوله. صافي كنولي نخدمها او كنولي عفوا نبسطها جيدا بسمك اللي تيكون رقيق شويه. وكنبدا هكذا نلف طيه ديال المسمن العاديه كيف ما كتلاحظوا. وكيكونوا هادو هما اللفات اللي درنا في هاد العجينه المورقه. هنا كتصبح عندنا جاهزه، كنغطيها بالبلاستيك وكنخليها ترتاح في الثلاجه هكذا تقريبا واحد الساعه من الوقت. وفي هذا الاثناء كندوز باش نحضر الكريمه اللي غادي نستعملوها. فكنحتاج كاس من الحليب كيكون بارد، كنضيف له كاس من النشا او ممكن ديروا كريم باتيسير كما درت انا، مع 2 صفار ديال البيض، كيس سكر منسم بالفانيلا. وكنضيف السكر اللي تيبقى على حسب الذوق. انا ضفت تقريبا نصف الكأس، وكنخلط كل هاد المكونات على البارد. كنضيف عليهم لتر من الحليب اللي تيكون ساخن من قبل. بالنسبه لتر من الحليب هو اللي نقصت منه الكأس الاول اللي ضفت، يعني في المجموع عندي لتر من الحليب. هنا كنضيفه هو ساخن مع التحريك المستمر هكذا باش ما كيطيبش لينا هذاك البيض. وكنرجعوا الطنجره ديالنا فوق النار مع التحريك المستمر حتى كيعقد هاد الكريمه وكتولي بهذا القوام هذا، كتولي كثيفه. فمن بعد ما كتوصل لدرجه الغليان كيف ما كتلاحظوا فكنضيف لها ملعقه كبيره من الزبده. استعملوا اي نوعيه سواء ديال العلب او ديال المارغرين. صافي كنخلط يعني حتى كتذوب تماما هذيك الزبده. ومباشره كنوضع الكريمه ديالي في واحد الاناء اخر، وكنغطي عليها بالبلاستيك بحيث ان داك البلاستيك يلامس لينا سطح الكريمه هكذا باش ما كتكونش لينا قشره. وكنوضعها يعني حتى كتبرد تماما وكتولي بدرجه حراره المطبخ. هنا غادي نرجعوا للعجينه المورقه من بعد ما كندهن هكذا سطح العمل بالقليل من الدقيق الابيض.
فكنبدا هكذا نبسطها بهذا الشكل هذا، بشكل اللي تيكون طولي في الاول. كنستمر هكذا، كنضغط جيدا بالمدلك، وملي كنعطيها الشكل الطولي فكنولي نعطيها العرض بهذه الطريقه هذه حتى كنتحصلوا على سمك اللي تيكون رقيق. وفي الاخير كنقسمها الى 3 اجزاء. كنلف هذاك الجزء على المدلك هكذا باش كنهز العجينه ديالي بكل سهوله، وكنوضعها في لاطا ديال الفرن بعد ما كنفرش لها ورق الطبخ. من بعد كنوضع فيها هكذا ثقوب جيدا بالفورشيط هكذا باش ما كتنتفخش لينا في الفرن، وكنغطيها مره اخرى بالورق ديال الطبخ، وكنوضع عليها ايضا واحد الصينيه هكذا اللي تكون خفيفه هكذا باش ما كتطلعش في الفرن. بالنسبه للطريقه ديال الطهي مهمه، كتدخلوها الفرن اللي تيكون ساخن من قبل، كتشعلوا عليها من الاسفل ومن الاعلى في نفس الوقت، ونار اللي كتكون متوسطه يعني حتى كطيب على خاطرها، وكتعطيكم هذا الفيلطاج هذا كيف ما كتلاحظوا. بالنسبه لي انا طيبتها في فرن غازي. بالنسبه للفرن الكهربائي فطيبوها في الاول الفرن يكون ساخن على 200 درجه، من بعد غادي تنقصوا له على 160 درجه او 150 درجه، وكتخليوه يعني حتى كيطيب بهذا الشكل هذا. فكيف ما كتلاحظوا التوريقه يعني كيفاش كتبان. فضروري اخواتي انكم تحترموا الطريقه ديال الطهي، ولو انه كياخذ يعني تقريبا وقت طويل في الطهي ديال في هذا العجين المورق، فخليوه يعني ياخذ الوقت ديالو الكافي باش كيجيكم يعني طايب من الداخل ومن على برا في نفس الوقت، يعني ما يبقى لكمش معجن. صافي هنا من بعد ما كنطيب يعني الحبات ديالي 3 كيف ما شاهدتوا، فكندوز هنايا الطريقه ديال التزيين. فكنجيب هذيك الكريمه كنوضعها هكذا في واحد البوش، وكنقسمها في الاول الى نصفين، يعني داك الكميه اللي درنا في الاول كتقسموها الى نصفين هكذا باش كيجيكم الطبقات كلهم متساويين. وهنا كنبدا هكذا نقاد الملمس ديالها، ثم كنوضع الطبقه الثانيه من العجينه، ثم كنوضع الكريمه، وكنبدا هكذا نقاد مزيان مزيان. طريقه اللي ساهله بالنسبه لي انا. غادي نحضر معكم ملفي بحجم عائلي، طبعا الا بغيتو تقطعوا فاكيد غادي تقطعوا على حسب يعني الرغبه ديالكم. انا كنوضع الطبقه الاخيره وكنحاول هكذا نضغط جيدا هكذا باش داك الكريمه كتلتصق لنا مع الطبقات. بالنسبه لي انا غادي نوضع الشوكولا البيضاء، تقريبا عندي 100 غرام هكذا من الشوكولا البيضاء نوعيه جيده، ضفت لها تقريبا ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتيه، وكنوضعها في حمام مائي، وكنوضعها هكذا على طبقه كنزين بها. ثم كنستعمل هكذا بديل الشوكولا السوداء، كندوبو حتى هو في حمام مائي، وكنضيف له يعني ملعقه كبيره من الزيت، تقريبا عندي 30 غرام هكذا او ما يعادل واحد 10 ديال القطع ديال الشوكولا السوداء، وكتوضعوا هكذا خطوط مائله بهذا الشكل هذا. الطريقه المعروفه والمعهوده ديال التزيين ديال الملفاي، كنوضع في الاول خطوط بالعكس بهذا الشكل هذا، ثم كنقلب للجهه الاخرى، وكنوضع ايضا خطوط في الجهه المعاكسه حتى كنتحصلوا على هذا التزيين هذا الرخامي. وكنوضعوا الملفاي ديالنا كنخليوها حتى كتبرد، اقل حاجه تخليوها من 3 ساعات حتى ل 4 ساعات، يعني حتى كتشد هذيك الكريمه راسها وكتعقاد لكم هكذا باش ملي كتقطعوها ما كتسيحش لكم. صراحه انا ما خليتهاش الوقت الكافي نظرا لضيق الوقت، خصني يعني نقسمها معكم باش تشوفوا يعني كيفاش كتجي من الداخل، فانتم اكيد خليوها الوقت الكافي كيف ما قلت لكم. هنايا كنقطعها يعني بالحجم اللي بغيتو، وصراحه كتجي زوينه بزاف هاد الملفاي بلا تعقيدات بلا يعني كثره المراحل في التوريق. صراحه كتجي زوينه بزاف شكلا ومذاقا. ولاحظوا يعني كيفاش هذيك الكريمه يعني جات متماسكه، ولو انني ما خليتهاش يعني الوقت الكافي انها تبرد. فكيف ما قلت لكم في الاول يعني خليوها يعني تبرد من 3 ساعات حتى ل 4 ساعات. لاحظوا يعني التوريق ديال هذا الملفاي كيفاش كيجي. صراحه عجينه مورقه اللي ناجحه، وتقدروا انكم يعني تخدموا بها جميع المعجنات. صراحه كتجي رائعه جدا. فإلى هنا حبيباتي تنكون وصلت لنهاية الفيديو، نتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم. ولو وصلتوا معايا لهذه المرحلة كنبغي نقول لكم شكرا على حسن المتابعة، الله يجازيكم كل خير. إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، تعليقاتكم محفزة، واللي مازال ما اشتركش في القناة فمرحبا بكم، اشتركوا فيها بالضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. مرحبا بتعليقاتكم، تساؤلاتكم عندي في التعاليق غادي نجاوبكم إن شاء الله كاملين.
وإلى هنا تنقول لكم بسلامة مع فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم في رعاية الله.